الراجل ده اللي رعب اسكندرية كلها وكان سبب في اختفاء واحدة ست كل أسبوع، لدرجة إنهم قالوا إن عدد الضحايا بتاعته وصل ل 19 ضحية. النهاردة هنتكلم عن السفاح الوسيم أو اللي اتعرف باسم سفاح كرموز. اتولد سعد اسكندر عبد المسيح سنة 1911 في محافظة أسيوط في الصعيد لأسرة ميسورة الحال عندهم مصنع غزل ونسيج. ولما كبر سعد كان شاب وسيم وقوي جسمانيا، والناس كانت بتقول إن لسانه كان حلو وبيعرف يتكلم ويخلي الناس تحبه وخصوصا الستات. وفي الوقت ده كان شغال مع أخوه الكبير في المصنع بتاعهم، لكن المشكلة إن سعد كان مستعجل شوية وعايز يعمل فلوس بسرعة ومن غير ما يبذل أي مجهود. وكمان المصنع بتاعهم كان وقف بسبب مشاكل في الفلوس وما بقاش يطلع إنتاجية، وبالتالي مفيش دخل جايلهم. راح سعد عمل إيه؟ اتعرف على أرملة واحد من التجار اللي كانوا معروفين إنهم أغنياء جدا، وقدر إنه يعلقها بيه بكلامه الحلو ووسامته. والست من كتر محبة سعد عرفته كل أسرارها وعرفته ورثت قد إيه من جوزها وشايلة فلوسها وذهبها وكل حاجتها فين. فسعد ما فوتش فرصة ذهبية زي دي، وفي يوم كان مع الست دي في بيتها وخلص عليها بالسطور وأخد الفلوس وهرب من أسيوط خالص وراح على اسكندرية وبالتحديد على كرموز، وهناك اشترى مخزن قماش بالفلوس اللي أخدها من أرملة التاجر، وبقى عنده شغله الخاص وبقى تاجر مستقل. لكن مع الأيام اتعرف على واحدة ست من المنطقة اسمها فاطمة، وبدأ يبقى في إعجاب بينهم هما الاتنين. وفاطمة كانت بتجيب له الأكل اللي بتعمله بإيديها، فسعد حبها بسبب أكلها الحلو ده، حقيقي أقرب طريق لقلب الراجل معدته. المهم بدأ يبقى في علاقة بينهم هما الاتنين، وبسبب إن الناس كانت بتسأل فاطمة مين الشخص اللي عمال رايح جاي وبيزورك ده، اضطرت إنها تكذب عليهم وتقول لهم إن ده يبقى أخويا. ومن وقتها والناس بطلت تسأل، وبدأ سعد يزورها في البيت كتير لحد ما في يوم لقى إن فاطمة عاملة أكل كتير عن العادي وعاملة تشكيلة من الطيور وهي مش معاها فلوس لكل ده. فسألها جابت الفلوس دي منين، فقالت له على جارتها اللي عايشة في البيت اللي جنبها، وإنها لقت البوك بتاعها واقع وأخدت منه الفلوس وجابت بيها الأكل. وسعد ساعتها استغل الموضوع ده وإن فاطمة بتحبه، وبدأ يسألها علشان يعرف معلومات أكتر عن جارتها دي. فقالت له إن اسمها الست بامبا، ودي ست كبيرة في السن وعايشة لوحدها وولادها متجوزين وبييجوا يزوروها كل فين وفين كده. والتاني مرة بتيجي فرصة ذهبية لسعد وراح علشان يزور الست بامبا بنفسه، وأول ما فتحت له الباب شافت ساطور في إيده وحاول إنه يضربها بيه علشان يخلص عليها، لكن بامبا صرخت فجري عليها سعد وحط إيده على بقها وسحبها لحد الأوضة وخلص عليها. لكنه بعد ما خلص اتفاجئ إن الباب بيخبط، فراح يفتح وهو خايف واتفاجئ إنها واحدة اسمها قطوطة تبقى جارة بامبا، وبتقوله إنها سمعت بامبا بتصرخ من شوية. فقال لها سعد إنها كويسة وبتصلي جوه ومفيش حاجة، وفضل يقنعها إنها يمكن سمعت غلط، وقال لها كمان لو عايزة تطمني ادخلي شوفي بنفسك. وفعلا قطوطة دخلت علشان تشوف بامبا وتطمن عليها، لكن سعد جه من وراها وضربها بالسطور هي كمان وهرب بعد ما أخد الفلوس والذهب اللي في البيت عند بامبا. بس المرة دي الضربة ما قتلتش قطوطة وفضلت تعافر لحد ما جه واحد من ولاد الست بامبا علشان يزورها في البيت واتفاجئ بأمه ميتة وقطوطة لسه عايشة، وساعتها بلغ البوليس. والبوليس على طول جه وقدروا ينقذوا قطوطة، ولما سألوها مين اللي عمل فيها كده قالت لهم أخو فاطمة. بس ساعتها الشرطة قبضوا على أخو فاطمة الحقيقي، لكن قطوطة قالت لهم إن مش ده اللي ضربها وإن اللي ضربها أخوها التاني، ما هي فاكرة إن سعد يبقى أخو فاطمة بجد. وساعتها الشرطة سألت فاطمة على أخوها التاني ده، فاضطرت تحكي لهم على كل حاجة وإنها تعرف تاجر قماش اسمه سعد اسكندر، وقالت لهم على كل حاجة. وفعلا راحت الشرطة قبضت على سعد، لكن لحسن حظه إن المحامي بتاعه كان شاطر وقدر يقول قدام النيابة إن قطوطة بتقول إن سعد يبقى أخو فاطمة وهو في الحقيقة مش أخوها، وهي بتدعي إنه شخص تاني مش موجود لأن فاطمة ملهاش إخوات تانية. وكلام كتير بقى كده كان هدف المحامي منه إنه يشكك في شهادة قطوطة من الأساس،
وفعلا قدر سعد إنه ياخد براءة من القضية دي بسبب تضارب أقوال الشهود وعدم ثبوت الأدلة. ومن وقتها واختفى سعد لمدة 2 كاملين ومحدش عرف عنه حاجة لحد ما رجع ظهر تاني وأجر مخزن جنب ترعة المحمودية، والمرة دي بقى بيستدرج التجار الرجالة ويقول لهم إن عنده بضاعة كتير وهيبيعها لهم بنص السعر، والتجار كانوا ما بيصدقوا وبيروحوا معاه، وهناك كان سعد بيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما في يوم كان سعد بينفذ الخطة بتاعته واستدرج تاجر للمخزن وقال له إن عنده بضاعة جوه. لكن التاجر ده كان جسمه قوي وضخم، ولما جه سعد ينفذ نفس اللي بيعمله كل مرة بإنه يضربه على دماغه، الضربة ما موتتش التاجر ده وحاول إنه يهرب من المخزن وخرج لبره، وساعتها سعد جري وراه وحاول إنه يسحبه مرة تانية ويدخله جوه المخزن. ولسوء حظه كان في عربية نقل معدية من قدام المخزن، وواحد من اللي راكبين العربية شاف اللي حصل ده وعلى طول جري على الشرطة وعرفهم إنه شاف جريمة قتل قدام مخزن جنب ترعة المحمودية، والشرطة على طول اتحركت على هناك ولقوا المخزن فاضي وسعد قدر يهرب وما كانش موجود فيه. ولما دوروا في المخزن كويس وبدأوا يحفروا اتفاجئوا انهم لقوا جثث كتير في المخزن، منهم الجثث المتحللة ومنهم الجثث اللي لسه مدفونة جديد ومنهم جثة تاجر اسمه وزيري مرقص. الشرطة فتشت جيوبه واكتشفوا فيها 115 جنيه ما كانش سعد واخد باله منهم لما خلص عليه. وبدأت الشرطة تسأل التجار والناس اللي حوالين المخزن وكلهم قالوا إن سعد كان بيجي معاه ناس للمخزن هنا تجار علشان ياخدوا البضاعة بتاعته، لكننا ما كناش بنشوف التجار دول تاني ولا بنشوف عربيات بتحمل ولا أي حاجة. وساعتها الشرطة أصدرت أمر بالقبض على سعد اسكندر، ورجعوا للمخزن القديم بتاعه ولقوا جثث تانية عددها وصل لحوالي 7. وبدأت الشرطة توزع مواصفات سعد واسمه على كل الكماين في مصر، وعملت نشرة وبلغوا كل الكماين من اسكندرية لأسيوط إن أكيد سعد هيحاول يرجع على أسيوط وهيكون متخفي. وفعلا ده اللي حصل في واحد من الكماين اللي كان واقف فيه ضابط اسمه فخري عبد الملك، وقف الأتوبيس كله وطلع علشان يفتشه، وبدأ الضابط يبص على كل اللي راكبين لكنه شك في واحد منهم بيحاول يداري وشه عنه، فسأله الضابط وقال له اسمك ايه؟ فرد عليه وقال له جورج عبد السلام. وساعتها الضابط قال له بتقول ايه؟ انا ما سمعتش. فرد عليه وقال له اسمي جورج عبد الملاك. فعرف الضابط انه بيكذب ونزله من الأتوبيس وقال له محدش بيتلخبط وهو بيقول اسمه، واتأكد إن ده يبقى سعد اسكندر اللي كل الناس بتدور عليه. وفعلا اتقبض على سعد، وفي النيابة أنكر كل اللي حصل وقال لهم إنه ما قتلش حد وإنه كان شغال لحساب واحد اسمه حسبه عبد النبي وهو كان بس بيساعده، إنما حسبه كان هو اللي بيقتل، وطلب منهم يخرجوه في مقابل إنه يساعدهم يقبضوا على حسبه. لكن طبعا الشرطة اتحرت الأول عن حسبه وعرفوا إن مفيش حد بالاسم ده أصلا في المحيط بتاعه ولا يعرفه، وساعتها اتحكم عليه في 4 من القضايا، 2 حكم مؤبد و2 حكم بالإعدام. لكن الغريب بقى إن الحارس بتاعه بيقول إنه كان مهتم بلبسه طول الوقت ومهتم إنه يكون شكله حلو وهو بيحضر الجلسات، وبيحط برفيوم وبيحلق دقنه وكل حاجة، لحد ما تنفذ فيه حكم الإعدام في 25 فبراير سنة 1953. وكالعادة سألوه نفسك في إيه قبل ما تموت؟ فقال لهم نفسي في كوباية مية وسجارة، وده كان واحد من أغرب الطلبات اللي ممكن تسمعها للناس اللي محكوم عليها بالإعدام. وبكده خلصت قصة النهاردة، استنوني في قصة جديدة.